الحضور الجماهيري الكبير. لقاء ممتع للغاية، لقاء ودي لكنه باتجاه زيزو على الجهة اليمنى. نجم الزمالك عدت الكرة إلى خارج الملعب. رمي تماس 10 دقائق أولى تشعرك أن المباراة في تصفيات كأس العالم 90. تشعرك بالمباراة اللي انتهت في الجزائر بالتعادل بدون أهداف، وبعد ذلك في استاد القاهرة حسام حسن يسجل لمنتخب مصر في تلك المباراة، وتتأهل مصر لكأس العالم عام 90 للمرة الثانية في تاريخها. كان المنتخب المصري بقيادة رحمة الله عليه محمود الجوهري وشوبير وهشام يكن وهاني رمزي وربيع ياسين وابراهيم حسن وجمال عبد الحميد واحمد رمزي والكاس ومجدي عبد الغني وهشام وحسام حسن صاحب الهدف. وايضا منتخب الجزائر كان مدججا بالنجوم وانتصر في موقعة ام درمان الشهيرة بعد تصفيات 2010 اللي انتصرت فيها الجزائر 3-1 في الجزائر. كريم مطمور وعبد القادر غزال ورفيق جبور، وكذلك عمرو زكي لمنتخب مصر. كرة للمنتخب الجزائري في مكان خطير، لا زالت الكرة قائمة. نجم الاهلي السعودي محرز الكرة، محاولة التقدم لا زالت قائمة ولكنها بتتخلص. بتعود الكرة مرة ثانية للمنتخب الجزائري، بتتسدد ايضا، ترجع ثالثة رابعة. السد العالي المصري يقف امام كل هذه الهجمات. الكرة بتتخلص وهناك فاول وخطأ يشير اليه حكم المباراة على سفيان فغولي لاعب المنتخب الجزائري. سفيان احد لاعبي الخبرة وصاحب 20 هدف دولي ويلعب مباراة الدولية رقم 79. جمال بالماضي الذي امامكم سبق وان واجه منتخب مصر حقيقة في ايضا كلاعب وطبعا اتذكر متى واجه في هنا الجماهير. شوف هنا الجزائري وهنا المصري، هنا الجزائري وهنا المصري، وجنسيات عربية أخرى بقلوب عربية متحابة أشقاء. شوف الجماهير بشكل مختلط. محمد عبد المنعم يتعرض لإصابة. كنت أتحدث عن المدرب جمال بالماضي، واجه منتخب مصر كلاعب، برافو مخرجنا، مرتين خلال مسيرته. المرة الأولى خسر في القاهرة في 2001 2-5 في تصفيات كأس العالم 2002، والمرة الثانية فاز بها في كأس أفريقيا في 2004، وساهم بهدف واحد في المواجهتين جمال بالماضي. وبالتالي شوف هنا القلوب تتلاقى على أرض التلاقي. هنا الأشقاء بينهما كل مودة وحب. هنا على أرض الإمارات نفخر بهذا المشهد. هنا الجزائري بكتف المصري والمصري على قلب الجزائري. هنا التحدي بتشجيع كل مشجع لمنتخب بلاده، ومع ذلك لا حواجز ولا موانع، وأدام الله الحب دائما وأبدا. الشناوي على تنفيذ ضربة المرمى في مباراة الدولية 51 مع منتخب مصر. الكرة بترجع مرة ثانية للمدافع اللي أو هذا حمدي فتحي الظهير الأيسر اللي ضم حتى عودة عبد المنعم. الكرة لتريزيجيه في اللقطة الماضية. لعيب قوي انت يا تريزيجيه. 11 هدف دولي مع منتخب مصر و 61 مباراة ومراحل احترافية مهمة. الكرة بتعود للشناوي، وعلى ذكر الشناوي سنتذكر أسماء. الكرة ملعوبة الآن لمنتخب مصر. زيزو للنني، هذه خاطئة. سفيان رجعت، حاول زيزو يمشيها، لعيب على لعيب ما مشيتش. رجعت الكرة مرة ثانية للمنتخب الجزائري في اللقطة الماضية. سعيد بن رحمة، الكرة لصلاح مع هتافات الجماهير المصرية. صلاح بمررها لتريزيجيه للمنتخب المصري على الجهات الأخرى. عدى ومندي، يا سلام يا سلام يا عيسى على التمويه الماضي. كان استلام رائع وجميل من محمد صلاح في منتصف الملعب في اللقطة الماضية، وبعد ذلك مررها لتريزيجيه. عيسى مندي خبرات كبيرة جدا لمدافع المنتخب الجزائري عيسى مندي.
فترة طويلة وهو يمثل منتخب الجزائر. الكرة هذه ملعوبة أمامية تتخلص من محمد هاني. لا توجد لديه كثير من المباريات الدولية محمد هاني، لم يسجل أي هدف دولي، 13 مباراة. هذا فيتوريا مدرب منتخب مصر. وعلى ذكر هدافي مواجهة المنتخبين يبقى عماد متعب ب5 أهداف، طارق السعيد ب4 أهداف، محمود الخطيب ب3 أهداف، عمرو زكي ب3 أهداف، محمد أبو تريكة 3 أهداف، جمال حمزة 3 أهداف، مجدي عبد الغني 3 أهداف، وحسن الشاذلي 3 أهداف. وهدافي المنتخب الجزائري عبد الملك زيايا، الاسم المميز في هجوم منتخب الجزائر لسنوات. زيايا 4 أهداف لمنتخب الجزائر، رشيد مخلوفي 3 أهداف، وسفيان داوود نجم مولودية وهران 3 أهداف. كرة بترجع في منتصف الملعب أمامية، هذه محمد عبد المنعم بيسيطر عليها. الكرة إلى الشناوي. الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أكثر حارس في العالم حافظ على نظافة شباكه في 2023 32 مرة في 50 مباراة مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي، يؤكد أنه هو حارس حقيقة أسطوري لمنتخب مصر والنادي الأهلي. مصطفى محمد فاول خطأ لمصلحته. الكرة إلى النني الآن وضربة حرة مباشرة. النني على فكرة أكثر لاعب لمنتخب مصر هو لاعب دولي، يلعب مباراة الدولية رقم 92 في هذه الليلة. كرة ملعوبة، صلاح مشاها حلوة، تريزيجيه يا سلام يا سلام على يوسف عطال اللي عطلها الهجمة الماضية، رجعت للمنتخب المصري. لعبت الكرة من أنطوني ماندريا حارس نادي كان الفرنسي، والمنتخب الجزائري أحمد توبة لاعب نادي ليتشي متابعة في الدوري الإيطالي على قنوات أبو ظبي الرياضية. الكرة باتجاه الرياض إلى محرز، يا سلام محرز لعبها. الله على استلامك، الله على استلامك يا رياض. لن أبالغ حينما أقول إنه أحد أمهر اللاعبين على مستوى العالم رياض محرز. زيزو بيمشيها، الكرة لحمدي على الجهة اليسرى لمنتخب مصر. الكرة الآن لزيزو، زيزو تريزيجيه يا سلام، خلصها ماندريا. كرة تريزيجيه الرائعة والتهديد المصري الأول في المباراة بشكل رائع وجميل. يا سلام يا سلام يا سلام. لن تكون بين مصر والجزائر ودية إلا بالقلوب فقط، بالقلوب فقط، بالمحبة فقط، بالمصير المشترك، بالأصل الواحد، بالروح الواحدة. أما التحدي المصري الجزائري على مستوى اللاعبين لا لا لا. شوف هذه كرة تريزيجيه، الله عليك يا ماندريا، والله عليك يا تريزيجيه. لكن أنا أريد لقطة استلام رياض محرز، أريد أن أتغنى بالنجم العربي الكبير. أعطوني لقطة محرز يا مخرجنا، لقطة محرز واستلامه يا جماعة. والله ما يستلمها بهالطريقة إلا لاعب سوبر، لاعب سوبر. كرة ملعوبة الآن في منتصف ملعب منتخب الجزائر. على الجهة اليسرى التقدم من بن سبعيني إلى خارج الملعب، رمي التماس، رمي التماس. كرة ملعوبة. متوسط أعمار التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر 29 سنة، ومتوسط أعمار 29 سنة و205 أيام، ومتوسط أعمار منتخب الجزائر 27 سنة و278 يوم. معنى ذلك أن معدل أعمار لاعبي منتخب الجزائر
أقل من معدل أعمار المنتخب المصري، لكن نحن تعودنا على مر سنوات طويلة جدا أن اللاعب المصري من المعمرين في الأرض، من المعمرين في الملاعب. اللاعب المصري من عشقه لكرة القدم تجده يبقى في الملاعب. لنا في حسام حسن عبرة وأحمد حسن والحضري وأسماء، وهذه كرة لحمدي، حمدي على الجهة اليسرى بيلعبها، الله! صلاح يا صلاح، العارضة بتحبك يا صلاح، العارضة عاوزة تفتخر انها صدت كرة صلاح، منعت هدف مصري. المصريون يتسيدون الأرض. يا سلام يا سلام، فاول وخطأ تريزيجيه، لعيب قوي قوي قوي، لعيب جدا جدا جدا. يا سلام على مروره من الخبير عيسى مندي في اللقطة الماضية. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني لما صلاح يبدع ومحرز يبدع وتريزيجيه يتألق والشناوي هناك، ونشوف سعيد بن رحمة، ونشوف ايضا توبة، ونشوف اخي والله من حقي كمعلق عربي ان افتخر بقمة كهذه. لا تلوموني باعجابي بقمة مصر والجزائر. شوف 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 تريزيجيه تمويه، صلاح والعارضة بتقول قالت لا يا صلاح. ضربة حرة مباشرة، صلاح يبحث عن هدف الدولي برقم 50 في مباراة 91. ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب العربي المصري، وحائط صد مكون من 4 لاعبين. يا سلام، توبة أو سبعيني ما مشيت عليه، قرأها يا صلاح، أبعدها يا صلاح. إن كانت ستكون لقطة ملهمة فسبعيني يستحق المديح في اللقطة الماضية على قراءة المشهد. هنا مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا ومقيمين بمساهمة لأشقائنا في فلسطين والتراحم من أجل غزة. رفع الله عنهم البلاء وأيدهم. شوف هذه شوف رياض محرز، يا رياض المعلق يتغنى بهدف، لكن انت ممكن يتغنى لك بلقطه بلمسه. خذها مصطفى يا مصطفى، عاوز تعمل ايه؟ الكره لا زالت قائمه المنتخب المصري، لعبها لزيزو، زيزو هاني معاك، بيسدد زيزو لكنها راحت الى خارج الملعب، ضربه مرمى. شايف احمد السيد زيزو نجم الزمالك سددها في اللقطة الماضية، الكرة عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. دقائق فيها أفضلية للمنتخب المصري، بعد دقائق كان فيها أفضلية لمنتخب الجزائر، وبالتالي هنا المصريين الآن في حالة نشوة. الجزائريين الآن يراجعون حساباتهم. يا أخي أبدي سعادتي التامة بهذا المزيج الجميل جدا جدا جدا. خارج الملعب الأجواء في فنادق مدينة العين، في منتزهات العين، في مدينة العين عاصمة السياحة العربية 25. تبدأ من الليلة بلقاء الأشقاء في معسكر الأشقاء بتنظيم رائع واستضافة رائعة من مجلس أبو ظبي الرياضي الذي ينظم الأحداث الرياضية الكبرى، وما أجمل استضافة هذه المباراة. فشكرا جزيلا لكل القائمين. رياض يا رياض تقدم الآن، الكرة ملعوبة، هذه وصلت لرياض، حاول يمشيها بين النني ورياض، أخذها زيزو، الكرة من حمدي، يا عيني يا زيزو، رجعت الكرة مرة ثانية لعبد المنعم حمدي مشاها، تريزيجيه استلمها، الكرة لتريزيجيه كالسهم دائما يذهب إلى الأمام، وهناك فاول وخطأ يشير إليه حكم المباراة السيد يحيى الملا لصالح المنتخب المصري، وضد اللاعب يوسف عطال لاعب نادي نس. لاعب نيس الفرنسي. الكرة ترجع لمحمد نني، أقدم لاعب في التشكيلة الحالية لمنتخب مصر، وأقدم لاعب حاليا في الجنرز في الأرسنال. يا سلام، كرة أفقية ممتازة، عبد المنعم بيسيطر عليها، وصلت الكرة حلوة لمنتخب مصر على الجهة اليسرى، محمد حمدي لعبها، رجعت الكرة مرة ثانية
لحمدي فتحي المنتمي لنادي الوكرة القطري لاعب الأهلي السابق. النني لصلاح الكابتن والقائد لمنتخب مصر ومحطم الأرقام الكبيرة في كرة القدم الإنجليزية. صلاح يسيطر على الكرة الآن، اللعب باللامركزية بالتحرر. صلاح يستعرض يعيد وخلصها المدافع علي قبر بيلعبها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، المصريين أحلى الوقت. كرة ملعوبة لتريزيجيه، لعبها مرة ثانية فتحي محمد حمدي بيحاول، الكرة لا زالت قائمة، عرضية داخل منطقة الجزاء تبعد، وصلت لرياض يسيطر عليها. عادت الكرة للمنتخب الجزائري، يوسف عطال، كرة إلى خارج الملعب، أبعدت الكرة الماضية من محمد حمدي إلى خارج الملعب، رمي التماس. شوف هذا جزائري عاشق وهذا مصري محب وذاك إماراتي بينهما، ولا تستغربوا أن تشاهدوا السوداني والمغربي والتونسي والسعودي والكويتي والقطري والبحريني والعراقي والأردني واللبناني والسوري والفلسطيني واليمني وكل أبناء العرب الذين يتواجدون على أرض الإمارات العربية المتحدة. فرصة مهمة جدا، أنت تشاهد صلاح وتشاهد رياض محرز هنا أمامك وفي الملعب وبشكل مباشر، وبالتالي هي فرصة كبيرة جدا. كرة على الجهة اليسرى للمنتخب الجزائري، توبة بيلعبها إلى بن سبعيني إلى رامز زروقي إلى عيسى مندي إلى سفيان فاغولي. الكرة لمنتخب الجزائر، يعيد حساباته، يعيد ترتيب نفسه مع صيحات جماهيره. كرة ملعوبة أقصى الجهة اليسرى لتوبة، يا سلام، تدخل قوي وبطاقة حمراء ستكون، بطاقة حمراء لمحمد هاني، تدخل قوي وبطاقة حمراء لمحمد هاني في اللقطة الماضية. صلوا على النبي، الفار موجود ونصلي على النبي. الدقيقة 27 تشهد طرد محمد هاني نتيجة تدخله بتهور على أحمد توبة. شوف، إن لم يحدث التلامس قد يتراجع حكم المباراة في قراره بالبطاقة الصفراء. التلامس لم يحدث ولكن تهور موجود، واعتقد البطاقة الصفراء ستكون، التلامس لم يحدث، وبالتالي الفار يستدعي حكم المباراة الآن ليوضح له اللقطة. واعتقد شوف هذه اللقطة، الحكم يبدو يصر على قراره، أصر على قراره بطرد محمد هاني. الحكم يصر على قرار العربي الكبير محمد صلاح، ضربة حرة مباشرة، محرز بيلعبها عالية وعرضية بيخلصها مصطفى. رجعت الكرة مرة أخرى لزروقي، إصابة لاعب المنتخب المصري في اللقطة الماضية، وضربة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر، عملية إيقاف للعب في اللقطة الماضية. أعيدت الكرة للاعبي منتخب الجزائر، منتخب الجزائر الذي توج مرتين بطلا لإفريقيا في 90 في البطولة التي استضافها، وفي 2019 البطولة التي استضافتها جمهورية مصر العربية. بينما منتخب مصر حدث ولا حرج عن الأرقام القياسية في زعامة القارة الإفريقية ب7 ألقاب. كرة ملعوبة الآن تصل لزروقي بيلعبها، اعتقد فيها تسلل، نعم فيها تسلل. سعيد بن رحمة حقيقة يقدم مستوى جميل جدا في المباراة حتى الآن، ولا زلنا ننتظر الهدف الأول ولا نريدها تعادل سلبي حقيقة. شوف حالة التسلل في اللقطة الماضية في تبديل للمنتخب المصري. زيزو سيترك أرضية الملعب، البحث عن ظهير أيمن لمنتخب مصر وهو عمر كمال مكان زيزو. الشوط الأول شهد حالات متفاوتة، نتكلم عن 10 دقائق
إلى 15 دقيقة كان فيها أفضلية لمنتخب الجزائر، كان هو من يبادر، كان هو من يهاجم، كان هو من يحاول. بعد ذلك المنتخب المصري دخل إلى أجواء المباراة. صلاح أعاد ضبط منتصف الملعب بنزوله إلى الخلف في أكثر من حالة، تألق كبير لتريزيجيه وحمدي على الجانب الآخر، ووصول لمرمى المنتخب الجزائري. ولكن بعد ذلك حدثت حالة الطرد التي أكيد أنها سيكون لها تأثير كبير جدا في أحداث هذه المباراة. سفيان فغولي إلى أحمد توبة، إلى فغولي، إلى منتخب الجزائر. الجزائر هو المنتخب أول منتخب إفريقي يسجل في كأس العالم 4 أهداف، حدث ذلك في مونديال 2014 لما سجل في مرمى كوريا الجنوبية ب4 أهداف مقابل هدفين. يعني الجزائر حقيقة أول، طبعا منتخب تونس صاحب أول انتصار عربي في كأس العالم في 78 منتخب الجزائر، وما حدث له حقيقة في مونديال 82، ولكن كانت انتصارات تاريخية لمنتخب الجزائر في ذلك المونديال. عاد أسود الأطلسي في 86 أيضا. أنا أتحدث هنا عن عرب إفريقيا. هذه كرة ملعوبة للمنتخب الجزائري، محاولة المرور عالية وعرضية، خطرة أمام المرمى، لا زالت قائمة. سفيان بيلعبها رياض، يسقط وفاول خطأ على رياض محرز في اللقطة الماضية، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب مصر. كان يطالب بخطأ رياض محرز لمصلحته. على فكرة نعطيكم إحصائية خاصة، رياض محرز ومحمد صلاح هي المواجهة الأولى بينهما الليلة على صعيد المنتخبات. هذه أكيد الكل يعرفها. الحصرية وين؟ الحصرية في 11 مواجهة على صعيد الأندية، فاز محمد صلاح في 5 وفاز رياض محرز في 4، وكان التعادل في بقية المباريات. يعني صلاح متقدم سنه. ضربة حرة مباشرة، كرة ملعوبة باتجاه محمد صلاح اللي أصبح الآن يلعب في مركز الجناح الأيمن. صلاح بيحاول كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب الجزائر. معنى ذلك فنيا نتكلم منتخب مصر الآن يلعب ب4-3-2، أي أنه مصطفى سيعود لمنتصف الملعب، وسيعود بعد ذلك أيضا صلاح. وبالتالي نتكلم الآن عن لاعبين ارتكاز اللي هو النني وكذلك أيضا حمدي، وبالتالي تثبيت المنظومة الدفاعية لمنتخب مصر مع الاعتماد على المهارات الخاصة. محاولة المرور، الكرة إلى خارج الملعب. فارس شعيبي أحد حقيقة اللاعبين النشيطين في أرضية الملعب. ضربة ركنية لصالح المنتخب الجزائري، ضربة ركنية لصالح منتخب الجزائر. رياض محرز على التنفيذ، رياض على التنفيذ، عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، بيسيطر عليها، وهناك مطالبة بلمسة يد واحتجاج جزائري كبير. الفار موجود، حنرجع للفار في أي لحظة. الكرة بتلعب، تصل مرة ثانية لمنتخب الجزائر اللي يطالب بركلة جزاء، يطالب بركلة جزاء. هل الفار يستدعي حكم المباراة؟ الحكم كانت زاوية الرؤية واضحة بالنسبة له. ننتظر الإثارة الكبيرة اللي تحضر في المباراة. كرة لا زالت قائمة الآن. أمين أجويري بيلعبها، بتتخلص، بتعود لسفيان فغولي. سفيان إلى أحمد توبة على الجهة اليسرى مرة ثانية، من أجويري إلى توبة، توبة إلى بن سبعيني، بن سبعيني على الجهة اليمنى. منتخب الجزائر لا زالت قائمة. محاولة المرور، التوغل، الكرة وصلت لرياض. هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا التمرير، هنا للجزائر. هنا يصمد المنتخب المصري بحمدي فتحي في مباراة الدولية رقم 33 في اللقطة الماضية. هذه التسديدة هل كانت اليد في الوضع الطبيعي أم لا؟ حكم المباراة لم يستدعى من الفار، وبالتالي لا ركلة جزاء للمنتخب الجزائري، لا ركلة جزاء للمنتخب الجزائري. ضربة ركنية عالية وخارضية، سلام، ايش رياكتي، ايش رياكتي يا صلاح، صلاح، الله على قطع الكرة والاستلام.
يا مخرج عطيني عطيني عطيني، شبعني كرة قدم، اروي ضماي بإبداع صلاح. في لاعب في العالم يقطع الكرة هكذا وهي على مرمى منتخب بلاده. أجين أجين أجين، لا لا لا، وهي على الطاير، هي على الطاير، أريدها، أريد اللقطة، أريدها. يا سلام يا سلام يا سلام، محمد صلاح كيف قطع الكرة الماضية، لكن المخرج يحرمني منها. ارجع لي ارجع لي على لقطة صلاح. ضربة حرة مباشرة في منتصف الملعب، 5 دقائق أخيرة عن نهاية الوقت الأصلي شوط المباراة الأول. الكرة باتجاه صلاح، استلم الكرة لخارج الملعب، رمي تماسي صالح المنتخب الجزائري ولأحمد توبة، رمي تماس تنفذ. يا سلام يا سلام يا سلام، بن سبعيني، بن سبعيني، زروقي في يا سلام، فاول خطأ لصالح المنتخب الجزائري. هذا زروقي لاعب فاينورد الهولندي، وهذا مصطفى محمد. كرة ملعوبة، رياض محرز كنترول غير سليم على الكرة إلى خارج الملعب، رمي تماس. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، في أرجاء الوطن العربي الكبير، قمة عربية كبيرة بين محاربي الصحراء وبين الفراعنة، بين مصر وبين الجزائر، على أرض الإمارات في مدينة العين، لأن مكانكم القلب والعين. كرة ملعوبة تتخلص، ترجع مرة ثانية، بتعود مرة أخرى، عادت الكرة لصالح المنتخب الجزائري. فغولي سيطرة للمنتخب الجزائري في منتصف الملعب، تمريرة ممتازة، رياض محرز الإسناد يأتي من هناك، رياض يدخل إلى العمق، رياض يمرر، سفيان فغولي، إغلاق كافة المساحات أمام مرمى الشناوي في اللقطة الماضية. كرة أمامية حلوة للجزائر ملعوبة، ولكنها بتعدي إلى خارج الملعب. ماذا يقول حسن المهري؟ ضربة مرمى، ضربة مرمى. شوف هذه الكرة وهذه المحاولة من الظهير الأيمن يوسف عطال، تتخلص، يرتاح أكثر المنتخب الجزائري بكل تأكيد. فاول وخطأ على النني، محمد النني في اللقطة الماضية، لاعب بدرجة مقاتل. هذه مدرجات استاد هزاع بن زايد، ولا أعتقد أن هناك رسالة أجمل بامتزاج الجماهير العربية في بعضها البعض. كرة أطول من اللازم، يغطي عليها المدافع علي جبر، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. سفيان فغولي، وإن لعبت ألف ودية وودية ستبقى قمة كبيرة. شوف شوف، لا زلت أبدي إعجابي بكل منظر أشاهده، بكل مشهد أشاهده. تيشيرت أحمر مع تيشيرت أخضر، لم يسبق أن حدثت لمواجهة عربية على الإطلاق في تاريخ كل المواجهات العربية على مر التاريخ أن كانت الجماهير هكذا مختلطة فيما بينها البين. تريزيجيه يحاول، لكن عيسى مندي فاول وخطأ، فاول وخطأ، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على تريزيجيه. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. نصلي على النبي. شوف تريزيجيه والتدخل اللي كان فيه تهور وعنف على لاعب منتخب الجزائر رامي بن سبعيني، لاعب روسيا دورتموند ومونشات جلادباخ السابق ورين الفرنسي. مباراة الدولية اليوم 57، سبق أن سجل 6 أهداف لمنتخب الجزائر بطلة العرب في 2021. كرة ملعوبة أمامية، أعتقد فيها تسلل، أعتقد فيها تسلل، نعم فيها تسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة.
هذا حسن المهري المساعد الثاني في مباراة اليوم. مساعد الأول محمد أحمد يوسف. شايف هذه الكرة ولحظة كشف التسلل كانت ممتازة حقيقة من عمر كمال في اللقطة الماضية لمنتخب مصر، وجمال بالماضي الذي أبدى حقيقة ارتياحه التام هنا في مدينة العين وفي الأجواء العامة لهذه المباراة. عالية وأمامية، ينزلها مصطفى، النني مشاها، كمال قبر، كمال فاول وخطأ لصالح منتخب مصر. نصل إلى نهاية الوقت الأصلي لأحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، 5 دقائق وقت بدل ضايع لإحداث هذا الشوط. شوط ارتقى لطموحاتنا. كرة ملعوبة للمنتخب المصري، يا سلام! المحارب بن سبعيني، بن سبعيني، رغم أن الكرة كانت تتهادى أمام عيني إلى المرمى يا مصطفى، كاد أن يتقدم المنتخب المصري، ولكن بن سبعيني يا له يا له من مدافع جزائري رائع لمنتخب مصر. النني بيلعبها عالية، الكرة ملعوبة لمصطفى، بيحاول، رجعت الكرة، لمسة يد فيها، مطالبة كبيرة من المنتخب المصري بركلة جزاء ترجع. يا إثارة، تخيل كل هذا المشهد والنتيجة 0-0. تخيل ماذا لو كانت 1 و2 أو 2-2 أو 1-1. يا لها من إثارة كبيرة جدا. حقا كلاسيكو العرب الكبير الكبير. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هذه اللقطة هل كانت اليد؟ لم تكن في يد، ما أعتقد أنها كانت في يد، ولا أعتقد أن الفار سيتحدث، وبالتالي المباراة تستكمل. وكان هنا احتجاج مصري كبير، كأنها مباراة ليس فقط تؤهلك لكأس العالم، بل في مباراة يعني في دور إقصائي في كأس العالم، يعني دور ال16 دور ال8. قل ما شئت، صف ما شئت. الكرة لتوبة، كمال بيخلصها، نني بيبعدها. الكرة مرة ثانية لأحمد توبة إلى خارج الملعب، رمي التماس لصالح منتخب الجزائر. تشعر بخطورة كبيرة للمنتخب المصري حينما يهاجم، حالة عالية جدا للثلاثي الهجومي. الكرة لا زالت الآن لمنتخب الجزائر. سعيد بن رحمة بيلعبها لأمين قويري إلى بن سبعيني صاحب اللقطة الأبرز في شوط المباراة الأول. وصلت الكرة ليوسف عطال على الجهة اليمنى. عطال لاعب نيس الفرنسي، عطال بينقلها أقصى الجهة اليسرى توبة أمامية. الكرة بتتخلص، تبعد من عمر كمال إلى خارج الملعب، أما زالت سيطر عليها رامز زروقي يسيطر على الكرة، بيلعبها الآن على الجهة اليسرى. أحمد توبة عالية وعرضية، يا سلام يا عبد المنعم، ثقة كبيرة جدا. شناوي بيلعبها باتجاه مصطفى، عالية وأمامية، وسبعيني بن سبعيني خلصها، وعادت الكرة أنطوني ماندريا، حارس كان على الفرنسي وحارس المنتخب الجزائري. زروقي في منتصف الملعب، وصلت الكرة ممتازة هذه أمامية خلف المدافعين لفارس، لكن عبد المنعم رمانة الميزان والثقل الدفاعي بالعقل قبل العضلات. رياض محرز يلعبها زروقي رامز يسيطر عليها، لا زال يحتفظ بالكرة، تغطية ممتازة. تريزيجيه يتقدم، تريزيجيه بيلعبها الكرة، يحاول يحصلها حارس مرمى المنتخب الجزائري فعلا الذي أبعدها ماندريا إلى خارج الملعب، رمي تماس لصالح منتخب مصر. تخيل لو ما راح أقول كل شهر، لو كل سنة عندنا مباراة بين مصر والجزائر. يا سلام. كرة بتصل لعلي جبر،
صافرة نهاية أحداث شوط المباراة الأول. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان عبر الشوط الثاني كالآتي: منتخبين فيما هو قادم. بسم الله وعلى بركة الله. وللتنويه، البطاقة التي تلقاها محمد هاني هي 9 بطاقة حمراء في تاريخ مواجهات الفريقين، وهي البطاقة الحمراء الأولى لمنتخب مصر بعد 8 بطاقات حمراء لمنتخب الجزائر. طارق غول وناصر زكري وعبد الرحمن درواز ومعمر ماموني وفوزي شاويشي ورفيق حليش ونذير بلحاج وياسين تطراوي. كل هؤلاء الجزائريين كانوا وقد تلقوا البطاقات الحمراء، بينما محمد هاني يصبح أول لاعب مصري يطرد في تاريخ مواجهات الفريقين. هنا تدخل وبطاقة صفراء على لاعب المنتخب الجزائري، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لمصلحة محمد صلاح كابتن وقائد المنتخب المصري. سلامات إن شاء الله. وهذا لاعب منتخب الجزائر أحمد توبة والمنتمي لنادي ليتشي. نذكر بتشكيلة الجزائر بأنطوني أماندريا وعيسى مندي ويوسف عطال، وكذلك أحمد توبة ورامي سبعيني وفارس شعيبي ورامز زروقي ورياض محرز وسفيان فيقولي وسعيد بن رحمة وأمين أقويري. بينما صلاح يقود تشكيلة المنتخب المصري بالشناوي في حراسة المرمى، علي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد السيد، ودخول اللاعب عمر كمال مكان زيزو، حمدي فتحي ومحمد النني وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد. هذه تشكيلة السيد فيتوريا مدرب منتخب مصر، وتلك هي تشكيلة السيد جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر. كامل التوفيق إن شاء الله للأشقاء العرب على أرض الخير والتسامح والمحبة. وما أجمل المنظر الذي أعيد وأكرر كيف كان المزيج والخليط، علم مصري وجزائري وقميص مصري وقميص جزائري على أرض زايد الخير. أهلا وسهلا. الكرة ملعوبة الآن لصالح منتخب الجزائر، تمريرة ممتازة من أحد نجوم المباراة بن سبعيني، ينقلها على الجهة اليسرى، لا زالت قائمة عالية عرضية، الكرة بتتخلص، وصلت لتريزيجيه، أخذها تريزيجيه مرة ثانية، حاول والكرة إلى خارج الملعب مع مطالبة بخطأ. المواجهات المباشرة 28 مواجهة نتكلم عنها بالتفاصيل. على فكرة المنتخبين في مواجهاتهم 28 مصر حافظت على نظافة شباكها 7 مرات، والجزائر حافظت على نظافة شباكها 5 مرات. وتريزيجيه يطالب من الجمهور المصري بالدعم، والمصريين هم يشجعون المنتخب المصري الآن. تريزيجيه على تنفيذ الضربة الركنية، عالية عرضية، فاول وخطأ يشير الى الحكم. المباراة سلامات ان شاء الله لانطونيو. مواجهات مصر والجزائر 28 مواجهة بين المنتخبين، انتصرت الجزائر في 9 ومصر في 8، وبركلات الترجيح مرة بينهم وفازت الجزائر. التعادلات في 11 مرة. التعادلات اللي الماركة الإسبانية عنونت: الإمارات تمهد الطريق لمصر والجزائر لقمة صلاح ومحرز، كلاسيكو عربي على أرض الإمارات. كرة عالية وأمامية لرياض، استلم رياض محرز بيحاول يمر، عاد إلى الخلف، رياض مرر، الكرة لا زالت زروقي بيلعبها على الجهة اليسرى لصالح منتخب الجزائر، المحاولة قائمة، فارس شعيبي بيلعبها عالية أمامية، التغطية موجودة، رجعت لرياض، الكرة لمنتخب الجزائر عالية عرضية، الله! ألغي الهدف، ولكن جمهور الجزائر يحتسبها بتفاعله بالراسية الرائعة على الشناوي. يا سلام يا فارس على كرة راسية وهدف يلغى. شوف رياض لما استلم أعادها بالخلف، عطال. حالة دقيقة جدا، حالة دقيقة جدا. كرة ملعوبة إلى خارج الملعب، رمي تماس.
شوف هذه الكرة واللقطة تبين هنا بالخط الأحمر أن فارس شعيبي كان متسللا في اللقطة الماضية. الكرة بتعود، زروقي بيحاول فاول لعبد المنعم، ما شاء الله عليه عبد المنعم بعقله قبل بدنه. لم يتقدم أي من المنتخبين. المباراة 11 لفيتوريا مع منتخب مصر، انتصر في 9 مباريات وخسر مباراة، لم يتعادل. هل يكون التعادل الأول لفيتوريا مع منتخب مصر؟ بينما جمال بالماضي 56 مباراة، انتصر في 37، خسر في 5، تعادل في 14 مباراة. منتخب مصر يبحث عن هدف رقم 23 مع فيتوريا، ومنتخب الجزائر يريد هدف رقم 115 مع جمال بالماضي. جمهور المصري الآن أن يساند بقوة. أنا أنقل لكم الصورة مباشرة من استاد اللاعب بن زايد. رياض محرز بيحاول، الادفانتج موجود رغم وجود خطأ في اللقطة الماضية. يوسف عطال بينقلها مرة أخرى إلى بن سبعيني. أنا معجب تماما ببن سبعيني، رائع هذا اللاعب، لاعب بروسيا دورتموند، محظوظ بروسيا دورتموند. يا سلام يا عمر كمال بيخلص الكرة الماضية وإلى خارج الملعب. رمي التماس، انذار شقي للاعب المنتخب المصري حمدي فتحي. الآن يرد الجمهور الجزائري صوته الأعلى في المدرجات. بن سبعيني رامي ينقلها دقة عالية، لاعب كبير بمعنى الكلمة. طبعا المنتخب الجزائري عملية تحديث كبيرة جدا حدثت في السنوات الماضية، وبعد تعودنا على أسماء في المنتخب الجزائري، رئيس مبولحي وغيرهم. الآن نتحدث عن الكرة بيسيطر عليها الشناوي، سيطر عليها الشناوي. تسديدة كانت من أمين قويري ولكن سيطر عليها. الكرة لصلاح، يا سلام يا صلاح، يتقدم صلاح ابن غربية مصر، يتقدم هو والنني من أهل الغربية في مصر واللي وصلوا بشكل قوي جدا. كرة ملعوبة الآن، يا سلام يا حمدي بيحاول، كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح المنتخب الجزائري. وتتحدث عن عملية تحديث. انذار من يحيى علمولا لحمدي فتحي. ابو الكلام ورفيق حليش وسفير تادير وياسين ابراهيمي، اسماء رائعه، وسليماني وهلال العربي السوداني، اسماء رائعه تعودنا عليها في المنتخب الجزائري، وتحديدا جيل 2014 اللي قدم نفسه بأجمل صورة في كأس العالم، وبطلا لإفريقيا في 2019 وبطلا للعرب في 2021. لكن لو سئل مونديال قطر تحسفت على عدم حضور من سيقول 3 لا رابع لهم. 3 منتخبات افتقدها المونديال الماضي، إيطاليا أحد رموز العالم، والجزائر ومصر بكل تأكيد. الكرة ملعوبة الآن لمنتخب الجزائر، محاولة المرور ولكن دفاع مصري رائع. يا اللي بتعمله يا ابو مكة الليلة، ايه ده، ايه الجمال اللي يقدمه محمد صلاح الليلة، أداء مبهر. مبادرة انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، من قيادتها وجميع مؤسساتها ومن أبناء شعبها ومسؤوليها والمقيمين على أرضها. الكرة الآن ملعوبة، يا سلام للمصريين، لصلاح بيجرب وبيسدد، والكرة إلى خارج الملعب. كل الدعوات لأهالينا في فلسطين، كل الدعوات بالنصر بإذن الله تعالى، بالتوفيق، بالأمن والأمان. حفظكم الله من كل مكروه، كل أشقائكم معكم.
ضربة ركنية الآن لصالح المنتخب المصري. ضربة ركنية له، ضربة ركنية عالية عرضية بتعود مرة ثانية وبتبعد، وأبعدها ماندريا، أبعدها. النني بيسيطر، الخبرة. رجعت الكرة لكمال، كمال لتريزيجيه، تريزيجيه لكمال، يا سلام. هناك فاول وخطأ. لا ده محمد حمدي وغيرهم. كرة ملعوبة الآن عالية وعرضية، سلام. النقص يولد القوة عند المصريين. المنتخب المصري لا ينقص بل يزداد قوة. المصري المستقبل، المصريين هم يتقدمون ب10 لاعبين وكأنهم ب11 و12 و13. إنها روح الفانيلا المصرية، روح المنتخب المصري. المنتخب المصري، يا سلام يا تريزيجيه على صناعة، يا سلام يا قبر على قبر قلوبهم. المنتخب المصري يتقدم بهدف مقابل لا شيء، ليتحرك استاد هزاع بن زايد الآن بهتاف. المصريين السمر الشداد تقدموا الآن بأول أهداف المباراة على حساب شقيقهم منتخب الجزائر الوطني بالهدف الأول. تبديلين لمنتخب الجزائر، تبديلان. حسام عوار شارك قبل قليل، وكذلك ياسر أيضا يشارك، ومنتخب مصر يتفوق الآن ويتقدم بهدف. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء. وحينما كنت أتحدث عن أساطير ونجوم مصر، رد الجيل الحالي علي مباشرة وقال تمتع بفتحي، تمتع بجيل مصر. أجيال المصريين يتقدمون والجزائريين لن يرضون. والمباراة الآن في شوط المباراة الثاني. أنوه وأذكر أيها الأحبة في كل مكان، إنها ليست نهائي كأس أفريقيا ولا مباراة تأهل لكأس العالم، ولا هي في أي بطولة. هي مباراة ودية، هي مصر والجزائر بكل اختصار. هي قمة الكبار، هي ديربي، هي كلاسيكو، هي نجوم. ويا سلام يا سلام على هذه المباراة وعلى هذه الأجواء. عبد المنعم حكيم الدفاع المصري يتعامل معها بأناقة. شناوي أطول حارس في إفريقيا وباللون الفسفوري. الكرة الآن لقبر، ياهي تنزيله يا قبر، وياهي سنة وياهو استناد يا فتحي. يا سلام يا سلام عبد المنعم، يا سلام. مصر الآن تهاجم، مصر تتألق في هذه المباراة. يا الكرة ملعوبة الآن لتريزيجيه، تريزيجيه لمصطفى، مصطفى فكر أكثر من فكرة وما نفذش ولا فكرة، أعادها النني. يا سلام تريزيجيه تحت الضغط. منتخب مصر كأنه مكتمل وكأنه هو الخسران. كرة ملعوبة الآن إلى خارج الملعب. تبديل لمنتخب الجزائر، اسلام سليماني سيشارك، الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر. وكذلك شارك اللاعب قبل قليل عمورة، محمد عمورة. هذه مباراة اعتقد لن تفوت الزملاء في فريق الابداع في ابو ظبي الرياضية بعمل فيلم وثائقي لهذه المباراة. سيشارك عمر مرموش. تريزيجيه تحفة حيخرج، وكذلك ومثل هذا الأداء. سفيان فغولي أيضا ترك أرضية الملعب. فاول خطأ لصالح المنتخب المصري وبطاقة صفراء على رامي بن سبعيني. جمال بالماضي يجري التبديلات، وهو اسم من ضمن سلسلة أسماء جزائرية قديرة في تدريب المنتخب الجزائري.
جماهير حاضرة مؤازرة، دعم كبير لهذه اللقطة ولمحمد صلاح الآن في محاولة استغلال هذه الكرة الثابتة مرة أخرى لتسجيل هدف ثاني. ضربة حرة مباشرة، محمد صلاح على التنفيذ. صلاح بيلعبها عالية وعرضية بيسيطر عليها حارس المرمى ماندريا، حارس مرمى المنتخب الجزائري. رامي بن سبعين يخطئ، رجعت الكرة خذها مرموش ابو الرموش بيحاول في اللقطة الماضية ولكن تخلصت الكرة وعادت لمنتخب الجزائر. ونقترب من الدقيقة 70 ايها المتابع الكريم في كل ارجاء الوطن العربي الكبير. الكرة الآن ملعوبة حلوة لصلاح. صلاح يصلح ما أفسدته الأيام من تراجع في بعض المستويات. فاول خطأ لمصلحة محمد صلاح. أول مواجهة دولية بين صلاح ومحرز بين المنتخبين. تخيل هذا المشهد الذي انتظرناه وهما يسطران الأمجاد هناك في أوروبا وتحديدا في إنجلترا. صلاح ينقلها، عمر كمال يستلمها، عمر الثاني يتقدم، يا سلام، عمر يلعبها، الكرة لمصطفى، خطرة أمام المرمى، لا زالت قائمة لمنتخب مصر. مصطفى إلى ضربة ركنية. يا جماعة المنتخب المصري بعد الهدف أصبح هو الطرف الآن. ملعوبة عالية وعرضية بتتخلص، رجعت تاني للمنتخب المصري. عمر بيلعبها عالية باتجاه صلاح، استلم صلاح عاوز يمر، لا زالت الكرة قائمة للمنتخب المصري. صلاح عالية وعرضية، الكرة بتعود مرة ثانية بالتحام بدني على مشارف منطقة الجزاء. اسلام سليماني بيحاول نني خلصها، رجعت الكرة لعمر بيسدد وبيخلصها. ما هذا الأداء لمنتخب مصر، ما هذا الشوط. محمد هاني طرد في الدقيقة 30 من شوط المباراة الأول. والآن كراسكو إدوين هازارد في تلك المباراة على استاد جابر. تلك المباراة كانت الأجمل منذ فترة، وفي هذه الليلة يقدم لنا أداء أيضا كبير. أين ردة الفعل للمنتخب الجزائري؟ حتى الآن لم تحضر. تقدم ممتاز على الجهة اليسرى لكن خلصها ياسر، وفاول خطأ أو حكم مباراة تعطي الاستمرارية. كرة ترجع لمنتخب الجزائر، ممكن تتسدد من هذه المسافة. لم يصبح سد عالي واحد، بل أصبحت سدود أمام دفاع المنتخب المصري. كرة لرياض محرز، هذه الدقائق مطلوب ظهور رياض من أجل المنتخب الجزائري وعودة المباراة. هناك لاعب مصري يسقط على أرضية الملعب، الكرة ولا زالت تنفيذه بيسيطر عليها الشناوي. أبولو زروقي يترك أرضية الملعب. عملية إسقاط الكرة، قام لاعب المنتخب المصري ولله الحمد مشافى معافى. آخر ربع ساعة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، ونتمنى أن تطول هذه الليلة الجميلة. الشناوي بيلعبها، محرز بيخلصها، بتعود الكرة في منتصف الملعب، بتعود وتتخلص لمنتخب مصر. مصطفى بيجرب وبيسدد ولكن بيسيطر عليها حارس المرمى الحارس ماندريا. ترجع الكرة لمنتخب الجزائر. حسام عوار لاعب نادي روما الإيطالي، تحذير في منتصف الملعب لمنتخب الجزائر. آدم نقل الكرة على الجهة اليسرى، لعب كرة عالية عرضية أمام المرمى باتجاه اسلام سليماني لكنها راحت إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لصالح المنتخب الجزائري مع سقوط المصري. كرة ملعوبة للمنتخب الجزائري. الشناوي، يا سلام خلصها.
الشناوي بيلعبها عالية أمامية باتجاه عمر وخروج حارس المرمى. يا سلام يا سلام يا ماندريا في اللقطة الماضية، تكنيك عالي جدا لحارس المرمى اللي خلصها. عادت لمنتخب الجزائر. حقيقة تشعر بأن منتخب الجزائر يعني قد يكون الطرد أثر عليه سلبا، يعني كأنها استسهل المباراة، بينما كانت على النقيض تماما لمنتخب مصر. الكرة ملعوبة الآن منتخب الجزائري، بعيدة تماما قوي حسن شحاتة. وبالتالي تتحدث عن مدرستين عريقتين في التدريب، وقدمت الأسماء مثلما النجوم، مثلما اللاعبين، مثلما المدربين، مثلما الإداريين. الكرة ملعوبة لرياض محرز الآن في مكان سليم، ولكن الشناوي سيطر عليها في الكرة الماضية. عمر كمال بيلعبها، عمر مرموش. الكرة حمدي بيلعبها لصلاح، حيستلم كاد أن يمر صلاح في اللقطة الماضية. الكرة لا زالت يا سلام على البديل ياسر لاروكي. الكرة الآن للجزائر على الجهة اليسرى، محاولة المرور، خلص الكرة كرة آدم في اللقطة الماضية إلى خارج الملعب، رمية تماس. هذا محمد عمورة. آدم فارس رياض، كرة ملعوبة أمامية لصالح المنتخب الجزائري. فارس شعيبي بيحاول فاول خطأ لصالح رياض، بيلعبها ولكن استدام وسلامات إن شاء الله لعبد المنعم. سلامات إن شاء الله لعبد المنعم، ألف سلامة إن شاء الله يا عبد المنعم، معافى في الاستدامة، وأفخر وأسعد أنها تكون على أرض الإمارات وفي مدينة العين. الحمد لله. الكرة ملعوبة الآن لرياض محرز المنتخب الجزائري، والدقيقة 84 من عمر المباراة. ترجع تحضيرات محرز، مشاها حلوة ركلة جزاء. لا حكم المباراة يعتبر أن هناك عملية تمثيل على يوسف عطال. يبدو أن يوسف عطال متقبل القرار، يبدو أنه هو مثل فعلا في اللقطة الماضية. شوف هذه الكرة مع قرار سليم من حكم المباراة، قرار سليم من حكم المباراة في اللقطة الماضية، وكان التدخل من أحد نجوم المباراة محمد حمدي. شوف حالة التوتر، حالة الضغط، هذه دلالة كبيرة أن هذه المباراة ليست عادية. مصطفى بيلعبها لكن إلى خارج الملعب، رمي تماس. رجعت الكرة تحضير لمنتخب الجزائر. عيسى مندي على الجهة اليسرى، تحضير في منتصف الملعب. منتخب الجزائر يحاول، كرة تتسدد، تصل للشناوي. يبدو حسين الشحات مكان مصطفى محمد، من نجوم المباراة أيضا مصطفى. حسين الشحات يعرف هذا الملعب تماما، فهنا انطلق في مواجهة الأرجنتيني في تلك المباراة الشهيرة لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، في إنجاز كان الأكبر للأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية. الهلال السعودي أيضا والرجاء البيضاوي المغربي أخذوا وصافة العالم. كرة لرياض محرز يبحث عن فرصة للتسديد، لعبة حلوة، الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن عمر كمال بيخلص. ترجع الكرة مرة ثانية عالية وأمامية باتجاه صلاح، حاول يمشيها لحسين الشحات، رجعت لصلاح، صلاح بيمشيها لحسين. حسين رايح فين؟ راية وتسلل في اللقطة الماضية.
عيسى مندي. مباراة الدولية رقم 86 مع منتخب الجزائر. عيسى مندي كرة إلى ضربة ركنية لاعب فيا ريال الإسباني. ضربة ركنية نفذت الكرة، لا زالت عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية خطرة للجزائر. الشناوي بيخلص الكرة الماضية، لعبها ما شاء الله على تمريرة باليد وكأنها بالقدم، وكأنها أيضا بالقدم المفضلة. الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس. صلاح يطلب من حسين الشحات المباغتة في اللقطة الماضية، جانب من الحضور. المواجهة 29 بين الشقيقين. مصر تعدل الكفة التاريخية في كل المواجهات الجمعت بين المنتخبين. الآن مصر تصل للانتصار التاسع مقابل 9 انتصارات للجزائر. مصر ب 37 هدف، الجزائر ب 33 هدف. حسين الشحات بيلعبها عرضية، الكرة تصل لمندريا، لعبها في منتصف الملعب لصالح المنتخب الجزائري. فارس شعيبي و بن سبعيني اعتقد نجوم الجزائر في مباراة اليوم، مع بعض اللقطات لرياض محرز. لكن حالة أفضل للمنتخب المصري في مجمل أحداث المباراة، خصوصا بعد النقص العددي. الكرة ملعوبة من حسام عوار، بيلعبها مرة ثانية لعيسى مندي. عيسى، لا زالت الكرة الآن لمنتخب رمي التماس. قتال على رمية التماس لو تشوفونها في دكة البدلاء كيف. نلعب في الدقيقة 90 من عمر المباراة. في منتصف الملعب وصلت الكرة للجزائر. حسام عوار الآن بيحاول، لا زالت الكرة ملعوبة، تصل لعيسى مندي. عيسى عالية، عرضية أمام المرمى. دمنينجا ما شاء الله. الكرة لا زالت قائمة لصالح المنتخب الجزائري. الله، شناوي بيخلص، رجعت لعيسى للجزائر. ضغط الآن عالية، يا سلام، أيضا بتتخلص. الله 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 الله. الكرة الآن تلعب، نبقى مع المباراة. هجمة للجزائر الآن، رياض بيلعبها، الكرة لعطال، تقدم، يا سلام، راحت لمنتخب الجزائر. شوف هذه الكرة، الشناوي تتخلص الكرة الماضية. الملعب كامل يهتف، كل لمنتخب بلاده، يا سلام. كوبري اكتوبر وغيره، ده الشناوي ما شاء الله. صلاح يلعبها لمصر امام المرمى. الله، يرد مندرية الجزائري، يرد صناعة عنيقة. مرموش مرمشت عينه، ومندرية يمنع هدف مصري مؤكد. شكرا على القمة مهما كانت النتيجة، شكرا على هذه المباراة التاريخية مهما انتهت على أي شيء. شكرا مصر، شكرا الجزائر. عالية عرضية، الكرة وصلت لطارق حامد، طارق رجعها، عمر مرموش، راحت الكرة إلى خارج الملعب. مرموش متلموش. أجواء في الملعب صعبة جدا، أجواء خرافية. شكرا أشقائنا. الكرة ملعوبة الآن لصالح المنتخب الجزائري، ياسر على الجهة اليسرى. إننا في الدقيقة 93 من عمر المباراة. مصر والجزائر ليست ودية بالمشاعر فقط. الكرة عالية، رأسية، الله،
عادت الجزائر وعادات الجزائر، عاد المحاربون وعادات أترى محاربا في الصحراء يستسلم؟ أترى محاربا بصفات الجزائريين يخسر المباراة؟ إنهم يعودون لأن لديهم العادات الدول 43 في تاريخه مع منتخب الجزائر. كرة الآن محاولة المرور، جنون ما يحدث في أرضية الملعب، جنون ما يحدث في أرضية الملعب. من 2-0 لمصر في نفس الهجمة إلى 1-1 إلى 1-1. فارس شعيبي إلى آدم للجزائر الآن وجماهيرهم تهتف. الكرة بتتخلص إلى خارج الملعب. ضربة الخير والمحبة والسلام. أحييكم جميعا، أشكركم جميعا على ما قدمتموه. شكرا استاد هزاع بن زايد، شكرا سمو الشيخ هزاع بن زايد، شكرا شركة الاستثمار بنادي العين، شكرا مجلس أبو ظبي الرياضي، شكرا لمن دعا وقدم، شكرا لمن أسند ووفق، شكرا وطني الحبيب على هذه المباراة التاريخية. شكرا شكرا شكرا. هناك 4 دقائق من هذه المباراة. حبايب المنتخبين وستبقون حبايب دائما وأبدا بإذن الله. الكرة لمنتخب الجزائر أمامية تتخلص وتعود مرة ثانية للمنتخب المصري. لعبة الكرة وانت عندك مغناطيس يا صلاح، ما شاء الله كيف امتصاص، ما شاء الله. على كل لحظات الإثارة والمتعة جماهير في أرضية الملعب. الجزائري يهتف والمصري يرد، كل في حب بلاده، كل في الانتماء إلى أرضه. الشناوي بيلعبها عالية وأمامية، صلاح متسلل وتركها. مباراة عالية المستوى، رتم عالي، ثنائيات، التحامات، تحديات، لقطات، كل شيء جميل في قمة الليلة، في قمة الليلة. هل انتهت؟ لم تنتهي بعد، فهناك مصر وجزائر. أمامية عيسى مندي بيخلص، ياسر الجزائري يبعدها، كمال المصري أو حمدي استقبلها. الكرة للمنتخب المصري، طارق حامد لعمر مرموش، مرموش لا زال يحتفظ بالكرة إلى طارق، إلى النني، إلى المنتخب المصري، إلى حسين الشحات، إلى كرة لا زالت قائمة للمنتخب المصري. فاول وخطأ. عمر بيلعبها عالية وأمامية، عيسى مندي بيخلص، طارق حامد. مباراتنا إلى الدقيقة 100 وليست لدينا مشكلة حتى لو تكون 200. الكرة بتعود للشناوي وحسام عوار. الشناوي بيلعبها حلوة لصلاح، صلاح بيحاول يستلمها، صلاح تحت الضغط، صلاح بيحاول خطرة للمنتخب المصري ولكن الكرة بتتخلص. بتعود مرة ثانية لآدم، تتخلص لمنتخب مصر. رجعت وكأن منتخب مصر يريد الفوز والجزائر يريد الفوز ولا يرتضيان التعادل. هي شخصيات منتخبات كبيرة. بطال بتعمل ايه؟ اتخلصت ورجعت. الكرة الآن لعمر، عمر مرموش، الشحات يقترب منه، النني يلمها. نصل الآن في نهاية الدقيقة 99 إلى الدقيقة رقم 100 من عمر القمة العربية الكبيرة بين الكبيرين، منتخب مصر ومنتخب الجزائر، هنا في دار الزين، هنا في مدينة العين. الكرة ملعوبة الآن، طارق حامد يلعبها على الجهة اليسرى لحمدي فتحي لعبها لحسين الشحات لفتحي، عرضية أمام المرمى ولكن الكرة بتتخلص. أمامنا نصف دقيقة ونوه للعالم بأسره بأنها مباراة ودية. الكرة ملعوبة، مباراة تجريبية. كرة لبن سبعيني، عادت الكرة لياسر مرة أخرى. التعادل الإيجابي
العاشر بين المنتخبين. صافرة النهاية أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. هنا لجماهير الجزائر، لجماهير مصر، لنجوم مصر، لنجوم الجزائر، للتنظيم الراقي، للمبادرات للمنتخبين. هذا المشهد لن تشاهده إلا هنا. في أمان الله.